ازيكم يا جماعه، معاكم عبد الرحمن من قناه سبيشال ميكس. والنهارده هشرح لكم ازاي تجيبوا لعبه باتل فيلد في و1 اللي هي عدت طبعا. فالنهارده اللي هشرح لكم انكم ازاي تجيبوا لعبه باتل فيلد في تبقى عندكم للابد، يعني ببلاش طبعا. طبعا انا اسف ان انا ما صورتش فيديو لمده حوالي على قناتي من حوالي 10 شهور تقريبا او 11 شهر. انا كنت الصراحه عايز اقطع لمده شهر بس الحوار طول ل 11 شهر، وكنت بقول ان انا مش هرجع لقناتي تاني وكده، بس رجعت اهو. المهم اني رجعت، والمهم اني بصور لكم فيديو اهو علشان تشوفوا ازاي تجيبوا اللعبه. ده المهم دلوقتي، يعني انا اسف ان انا قطعت، وخلينا ندخل في الفيديو. المهم، عشان تجيبوا لعبه باتل فيلد في لازم تعملوا كذا حاجه، ولازم يكون معاكم كذا حاجه. اولا لازم يكون معاك كمبيوتر او موبايل، لازم يكون عندك نت ماشي اللي انت بتتفرج منه على الفيديو ده. ولازم يكون عندك لازم يكون عندك فيزا، والحوار ده هتكلم فيه بعدين بعد ما ندخل في الموضوع شويه. اول حاجه هسيب لكم رابط تحت الديسكريبشن تخشوا فيه، تمام؟ هتدخلوا على الرابط ده هتلاقوا هتدخلوا على الرابط ده هتلاقوا طبعا اللي هو هيجيلكوا الموقع اللي هدخل فيه على طول، ماشي؟ تمام. طبعا برايم جيمنج دي حاجه تبع امازون، تبقى برايم حاجه اضافيه بتاخدها بتديك مزايا، زي مثلا حاجات مزايا في لعب كده. يعني انا مثلا خدت مزايا في فالورنت، كذا لعبه عندك يعني. المهم دلوقتي انت في برايم جيمنج دي حاجه تبع امازون، فلازم يكون عندك حساب امازون. تدخل تكتب امازون، محول امازون، تدخل على صفحه امازون. انت المفروض يكون عندك حساب امازون في الغالب، انا عندي حساب امازون. هدوس ساين ان، اسجل بالحساب اللي هو انت مش هتشوفه فما تحاولش. المهم سجلت. الحساب ده باظ، ماشي. لا يا ابني مش ده ماشي. المهم اديني سجلت ودخلت على الحساب، فبيقول لي بقى معلش اكد لي وكده، اروح مأكد له عشان عندي حساب، تمام؟ انت لو ما عندكش حساب لازم تعمل حساب. المهم اديني سجلت، هيبعت رقم موبايلي ويدخل. المهم ان انت لازم تعمل لك حساب امازون، وحساب امازون تدخل فيه رقم موبايلك. رقم موبايلك هيبعت لك رساله عليه وتاكد ان ده حساب امازون. كده خطوات سهله قوي انك تعمل حساب امازون زي جوجل وكده. بعد ما تعمل حساب امازون هتدوس على هنا الصفحه اللي وديتها لك عشان باتل فيلد، هتدوس تراي برايم، ماشي. هتدوس كونتينيو. تراي برايم طبعا علشان يبقى عندك برايم عشان تعرف تاخد فيو. هتدخل الاكونت. طبعا بعد ما ادخل في برايم جيمنج هيعوز منكم انكم تكتبوا اسمكم، وهيعوز منكم تكتبوا انت كده متسجل اصلا في البرايم، طبعا ما انت حساب في الامازون. هيعوز منكم تكتبوا فيزا واسمكم وعنوانكم. عنوانكم دي سهله، اعمل بلدك واكتب في العنوان اي حاجه، ان شاء الله تكتب اي حروف في العنوان. اكتب اهم حاجه بلدك ومدينتك ورقمك، دي 3 حاجات لازم تكتبهم في العنوان لما يطلبوا منك. هيعوز يطلب منك بقى فيزا. فيزا دي ازاي تعملها؟ انت دلوقتي اكيد عندك خط موبايل، مثلا اللي هو بعت له عليه الرساله، مثلا اورنج، اتصالات، وي، ايه كمان، فودافون. انا اللي اعرفه لحد دلوقتي، انا متاكد انه فيها، بس المهم لو انت اورنج او اتصالات او فودافون تقدر تعمل كاش. يعني مثلا اتصالات كاش، اورنج كاش، فودافون كاش. انا عندي التلاته، يعني انا كنت اتصالات وعملت اتصالات كاش. دي هتعملها ازاي؟ تروح عند اقرب مركز ليك، مثلا انا اتصالات، مثلا اكتب اقرب مركز خدمه لاتصالات جنبك، دي بتبقى عارفها اكيد يعني في منطقتك مركز اتصالات كده. بتروح له وبتقول له عايز اطلع اعمل اتصالات كاش، مثلا فودافون كاش، اورنج كاش. هيقول لك بس هات البطاقه، تمام؟ ولو معكش بطاقه يبقى مثلا شوف الخط معمول ببطاقه مين، والدك او كده، مثلا تديله بطاقه والدك كده. لا يعني والدك يروح يديله بطاقه كده، وهتطلع كده. انت كده طلعت اتصالات كاش. تحط فيها 5 جنيه بس، 5 جنيه مش لازم اكتر. اتصالات كاش دي هتفيدك بعدين بقى، عايز تشتري اي حاجه من النت، تمام؟ عايز تشحن لعب، تمام؟ تشتري لعب، تمام؟ تطلع فيزا منها، تمام؟ دي تمام. لكن انت دلوقتي هتسيبها معاك لبعدين لما تعوزها، يعني انت مش مطلعها عشان اللعبه بس، لبعدين. ودلوقتي اللعبة هتعمل ايه؟ هتشحن فيها 5 جنيه، هتدي للراجل 5 جنيه يحطها فيها. هتوصل لك ال5 جنيه. هتيجي عند الراجل هيقول لك ازاي قول له عايز اطلع فيزا اونلاين. قول للراجل عايز اطلع فيزا اونلاين، هيقول لك ازاي تطلعها، سهلة يعني، بتاع خدمة كله من نفس المكان. هيقول لك ازاي تطلعها. تيجي تطلع فيزا ب5 جنيه او بجنيه، انا عندي طلعتها بجنيه. تطلع فيزا بجنيه وتدخلها في البرايم جيمنج. انا مش هيفتح معايا عشان بس عملت قبل كده واكونت باظ اصلا في البرايم. المهم، فزي ما قلت لك، انت دلوقتي لما تروح المركز وتطلع اتصالات كاش، فودافون كاش، اورنج كاش، وي كده، هتطلع فيزا. هتقول له عايز اطلع فيزا اونلاين، اللي هي بتبقى وهميه بالنسبه لاتصالات كاش بس قانونيه يعني عشان بفلوسك.
فهتطلع فيزا بجنيه من 5 اللي انت شحنتهم في اتصالات كاش، او 5 لو ما نفعش في خطك. هتطلع ب5 جنيه، هيبعت لك رسالة فيها رقم الكارت وتاريخه وكده. هتكتب اسمك هنا على الشمال، بيبقى مكتوب اسمك، بعديها رقم الكارت اللي هو بيبقى مشفر وكده، بعديها تاريخ الانتهاء وكده، بعديها بتدوس على تأكيد. بيدخلك على البرايم جيمنج ويدخلك على باتل فيلد، على الصفحة اللي كانت في الأول خالص، اللي هي كان مكتوب فيها دوت اللي موديها لكم الاول، اللي هي دي. هيديك هنا ماشي. انا حسابي طبعا عبد الرحمن اهو معمول عادي وجاهز وكل حاجه. التسجيل فيها سهل ما تقلقوش يعني، انتوا بس حاولوا. لو وقفت معاكم حاجه في الكومنتات عادي، انا بس عشان حسابي مش هعرف اعملها. هيجيلكوا الصفحه دي تاني، هيدخلكوا على الصفحه دي تاني بعد ما تدخلوا الفيزا. هيكتب لك هنا كيم ناو، اللي هي استلم الان او خدها دلوقتي. هتدوس عليها ماشي. هيجيب لك الكود، اعمل كوبي للكود. الكود بقى معاك، اللعبه بقت معاك. بس دلوقتي هتعمل ايه؟ اخر حاجه تعملها انت خدت الكود، اهم حاجه تدوس كين ناو وتاخد الكود بتاع باتل فيلد في، عشان وانا راحت خلاص عليكم. للاسف مش هعمل حق تصور الفيديو، بس في جامده جدا وهتعجبكم جدا. هتيجي انت طبعا، انا بعملها اعتبار ان انت ما عندكش اوريجين. لو عندك اوريجين، الاوريجين اللي هي بتاعت اي اللي هي بتاعت فيفا وبيس وكده، ده زي ستيم زي ايبكس، ده برنامج كده. تكتب اوريجين ماشي. ده لو مش عندك تدخل على اوريجين بلاتفورم، منصه للتحميل زي ستيم زي ايبك. لازم تحمل منصه اوريجين عشان تاخد لعبه. هتيجي على اوريجين الاول. الاحسن الاول تعمل حساب. انا عندي حساب فهسجل. تعمل حساب زي اي موقع، مش محتاجه شرح يعني. هدوس ساين ان. ادي دلوقتي بيسجل. ادينا كده ايه، سجلت ماشي. على ما اظن ان انت تقدر تدخل اللعبه من غير ما تحمل اوريجين، بس علشان تلعب اللعبه لازم تحمل اوريجين. يعني في الاخر هتحملها، يعني في الاخر لازم تحمل اوريجين على جهازك. فهنيجي نحمل اوريجين على جهازك. تيجي عند داونلود تكتب من بره ماشي عشان مش عارف ادخلها. داونلود اوريجين اهو، داونلود اوريجين. هيجي يقعد يحمل معاك شويه. هتيجي تدوس على ويندوز وداونلود. انا عندي طبعا فمش هحمله. هتحمل اوريجين ماشي. اوريجين فين اهو. تدخل عليه، تدخل على برنامج اوريجين، تستنى يفتح. طبعا اوريجين من المنصات اللي مش مشهوره وتقيله شويه، بس من الحلوه جدا يعني. انت بتستفاد باتل فيلد. انا عندي باتل فيلد 4 و1 وفي مجانا الاصليين، فاهم؟ فاستفدت جدا من حوار البرايم ده، ومفروض تكونوا تستفادوا بيه برضو. وانا انصحكم انكم تاخدوا الحاجه دي، ما تكبروش دماغكم. ان انتوا حتى ما بتحبوش لعبه الحرب باتل فيلد دي 1 وفي، لعبه جامده جدا واللعبه اللي كان نفسي اخدها يعني. اهم التلاته عندي. بس المهم، انت بعد ما تدخل البرنامج انت لازم تسجل فيه حسابك ماشي. انا حسابي اهو سبيشال ميكس، ما فيهوش صوره حتى، مش مهم. المهم هيبقى قدامك واجهه المنصه زي كده. لما تسجل اهم حاجه هتدخل على ماي جيم لايبراري ماشي. ماي جيم لايبراري تبقى هنا تحته اي بلاي ستور، بعديها ماي جيم لايبراري. هيجي معاك كده. انا عندي 3 لعب، اللي هو باتل فيلد 4 كانت مجانا من شهر، باتل فيلد 1 اللي هي خلصت النهارده مجانيتها، باتل فيلد في اللي لسه نازله يوم 2 عشان ما اعرفش الفيديو ينزل يومين. المهم ماي جيم لايبراري هتبقى دي عندك فاضيه، مفيش لعب عندك. هتدوس اد جيم، هتدوس ريديم برودكت كود اللي هي اول واحده، ريديم برودكت كود. المهم هتدوس على ريديم. هيجي معاك يقول لك انتر برودكت كود، انتر برودكت كود. فاكرين بقى البرايم لما قلت لكم تنسخوا الكود اللي هيطلع لكم بعد ما تكتبوا الفيزا كده وتدوس كام ناو، هيطلع لكم الكود تنسخوه هنا، تعملوا بيست هنا، كوبي بيست. هتدوسوا كنترول في عشان هنا الماوس ما بيعملش في هنا، ما بيعملش بس. فانت هتدوس كنترول في، يعني هتيجي تدوس كنترول في هنا تعمل كوبي هتدوس على زرار كوبي في الاول الكلمه ناو، الكود من الموقع اللي هو البرايم، بعديها تدوس كنترول في هنا، هتدوس نيكست. بعديها هيجي يقول لك اللعبه دي عايزها وكده، وهتدوس اوكي. هتجيلك اللعبه هنا وهتبقى اللعبه معاك مجانيه. خلاص بقى عندك باتل فيلد مجانا. باتل فيلد في اللعبه اللي نازله من 2018 يعني من 3 سنين، ولعبه جامده جدا وسيرفراتها لسه شغاله وزي الفل، وعليها دعم كبير من اي شركات اي طبعا. كل ده تبع اي واوريجين تبع اي كل ده تبع اي بلاي. اي بلاي دي تبع النت كده. فالمهم دي الطريقه انك تبقى عندك باتل فيلد في.
الطريقة سهلة وكل حاجة، بس عايزة منك انك تركز في الفيديو. لو مفهمتش عيد الفيديو معاك تاني وهتفهم وانا معاك في الكومنتات. وكنت عايز اقول حاجة برضو، ان انت لازم يكون معاك حوار فيزا. تعمل فيزا دي اورنج كاش، اي حاجة كاش لازم، وحاول تعملها عشان دي احسن طريقة. المهم فانت تسأل واحد صاحبك مثلا لو معاه رقم فيزا اللي عمل بيها، اي صاحبك اي ناس على الفيس يساعدوك كده، وهتعرف تحاول تجيب حوار الفيزا، عشان ده الحوار الرخم شوية. بس انت الاحسن تطلعه من كاش طبعا من خاطرك. بس وكده بقت اللعبة عندك مجانية على الأوريجين، يبقى عندك باتل فيلد بي في أي وقت. اللعبة دي يا جدعان المعلومة، آخر مرة شفت سعرها كانت $50. $50 دي كام؟ حوالي $50 حوالي يعني 1000 جنيه، 900 جنيه تقريبا. فأنت دلوقتي أخدت لعبة ب900 جنيه، 1000 جنيه ببلاش، ولعبة جامدة جدا وعالية جدا، فاهم؟ فانا اسف جدا ان انا قطعت 11 شهر، وعارف ان الدعم مش هيبقى زي الاول، بس هحاول ابدا انزل. انا عارف الفتره دي والفتره اللي فاتت كلها 11 شهر كنت مضغوط جدا وبعمل حاجات كتيره قوي وكده، فما كنتش فاضي الفيديوهات وكبرت دماغي من القناه وكده. بس ان شاء الله هحاول ارجع واحده واحده ليكم، واحاول احسن محتواي واحده واحده ليكم، مع ان الحوار صعب جدا، بس بحاول اعمل اللي اقدر عليه. فالمهم كده بقى عندك لعبه باتل فيلد في مجانا، لعبه جامده جدا وعاليه جدا. بعديها خلاص تقدر في اي وقت تعوز يكون بس عندك نت شحن وكده وتحمل اللعبة حوالي تحميل 50 جيجا. تحملها. نعرف اللعبة كبيرة بس لعبة جامدة جدا وتستاهل، جامدة جدا لعبة باتل فيلد بي. وبس عارف اني طولت شوية عليكم، وده طبعا اول فيديو ليا من زمان جدا، فمش راجع بنفس المستوى بتاع زمان، لكن واحدة واحدة هبدأ ارجع زي الاول ان شاء الله. واتمنى اكون شرحت لكم كل اللي انتوا تعرفوا تعملوه. لو حاجة واقفة معاكم تقدروا تدخلوا على الكومنتات تكلموني اساعدكم فيها او كده. اتمنى الاقي دعم. ولو الفيديو عجبك حاول تنشره مع اصحابك، تعمل مشاركة، تحطه في الديسكورد توريه لاصحابك كده. بس اتمنى اكون فدتكم قد ما اقدر. مش عارف الفيديو ده هينزل امتى الصراحة. كان معاكم عبد الرحمن من قناة سبيشال ميكس. متنسوش تحطوا اللايك، تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل فيديو جديد. جدعان طبعا انا بجرب بصور ببرنامج مختلف اللي هو OBS. انا كنت بصور الاول في باندي كام، دلوقتي OBS، فما اعرفش التصوير هيطلع ازاي، بس اتمنى يعجبكم. كان معاكم عبد الرحمن من قناة سوشيال ميكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.